المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، معكم فيها قاسم أحمد، وأسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. سكان جزيرة دهلك يتباحثون آلية تنفيذ البرامج التنموية. تأهيل مركز العلاج الطبيعي للمعاقين بأكثر من 700 ألف نافذة. جهود لتوعية وتنظيم المرأة في إقليم عنسبة. أردوغان يعلن إجراء انتخابات مبكرة في تركيا. بريطانيا ستظل مهمة للهند بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وسول وواشنطن تسعيان لمعاهدة سلام مع كوريا الشمالية. أهلا بكم. بحث سكان جزيرة دهلك آلية تنفيذ البرامج التنموية المنسقة الجارية بالمشاركة الأهلية الفعالة والوعية. وقال مدير المديرية السيد أحمد علي بوكالي أن اللقاء الذي نظم في الفترة من 11 وحتى 16 من أبريل الجاري مع سكان ضواحي جمهيلة ودربوشات ونورا ودحل ركز على سبل تحسين الحياة المعيشية للسكان، مشيرا إلى وضع برامج تنفيذية بما تتماشى مع القطاعات مما يعزز ذلك نشاط المؤسسات المشيدة مسبقا. وذكر السيد أحمد بأن مشكلة مياه الشرب الصالحة تعد من أهم التحديات التي تواجه السكان، ويتطلب حلها إلى تخصيص ميزانية ضخمة ووقت كافي، فيما ظلت تبذل الجهود لإيجاد الحلول المؤقتة، داعيا السكان لرعاية وحفظ الآثار القديمة والموروثات التاريخية. وفي الختام ناشد السيد أحمد علي بوكالي السكان لتعزيز المشاركة والمساهمة الفعالة لإنجاح البرامج التي تنتظم حسب الأولويات والاستفادة الجيدة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية المشيدة مسبقا. وقدم السكان آراء ومقترحات بناءة من ضمنها تسريع الجهود الجارية لتوفير مياه الشرب الصالحة، وخلق أوضاع ملائمة لتفعيل المركز الصحي المشيد في دهلك كبيرة، وكذلك ارتقاء مدرستي دبعيلو وسلعيت الابتدائيتين إلى المرحلة المتوسطة، وصيانة مدرسة توجد في ضاحية جمهيلة، وغيرها من التوصيات والآراء البناءة. هذا وتبعد مديرية دهلك من جهة الشمال الشرقي لمدينة مصوع حوالي 60 كيلومترا، وتوطن المديرية أكثر من 600 من الأسر تزاول صيد الأسماك والتجارة والرعي. قامت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب فرع ألمانيا بتأهيل مركز العلاج الطبيعي لمعاقي الحرب الكائن في معسكر دندنة. وفي مراسم تسليم المركز بحضور وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤي الجبراب ووزيرة الصحة آمنة نور حسين، أوضح النائب رئيس جمعية معاقي الحرب السيد فسحية تسفى ميكائيل أن الدعم يأتي في إطار المشاريع التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع فروعها في الخارج لمساعدة المعاقين. وأشار إلى أن المشروع يهدف لاستفادة المعاقين صحيا واجتماعيا من العلاج الطبيعي، وشهد بجهد فرع شوتغارد. وقال رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب فرع ألمانيا السيد حسين خليفة أن المشروع الذي يشمل الدعم المالي والعيني يوجد في مراحله الأولى، وتجري أنشطة إطلاق مشاريع أخرى مستقبلا. في غضون ذلك تقوم فروع الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في ألمانيا والسويد والدنمارك والنرويج وأوكلاند الأمريكية بتأهيل عيادة المعاقين في معسكر دندنة بحوالي 2 نافة وتوفير الأسرة والمعدات الطبية لها. أوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة السيدة آمنة حسن أن الاتحاد يعمل لتوعية وتنظيم المرأة وتمكينها اقتصاديا، وذكرت عن تنفيذ برامج تدريب مهني ودعم عيني وقروض دون فوائد في السنوات الماضية لاعتماد المرأة على نفسها وتقويتها اقتصاديا، موضحة عن المشاركة النموذجية للمرأة في البرامج الوطنية عامة وحماية التربة وحفظ المياه خاصة. وقالت أن المرأة في ملبسة ومحلاب وإبابة وقروح وبيلتا تأطرت في الجمعية وتعمل لتنمية البساتين، إضافة إلى النتائج المرضية لبرامج التدبير المنزلي. وأكدت على أهمية الدور الذي يقوم به مركز التدريب المهني في مدينة كرنة لتدريب التطريز والخياطة لإيجاد مصدر الدخل للمرأة،
إلى جانب بذل الجهود لرفع مشاركة المرأة في التعليم والعمل لتميزها وتفوقها، وأن فتح مكتبات في كرن وأصمات وهبر وعلى برعد جزء من هذه الجهود. نظمت المواطنات اللائي يشفين من مرض الناسور بفضل الرعاية الصحية التي قدمت لهن. نظمنا في 17 من أبريل الجاري برنامجا تشجيعيا لمريضات الناسور اللائي يتلقين العلاج بمستشفى مندفر المرجعي. وفي المناسبة التي حضرها كل من وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤي جبراب وممثل صندوق الشعب التابع للأمم المتحدة السيدة إبراهيم سامبولي، ألقت وزيرة الصحة آمنة نور حسين كلمة ذكرت فيها أن مرض الناسور يتسبب في إحداث مشاكل اجتماعية أخرى إضافة إلى المشاكل الصحية. ورغم أن الخدمات الصحية الجيدة التي تقدمها الحكومة مدركة صعوبة هذه المشاكل، إلا أن برامج الدعم والتشجيع التي ينظمها المواطنون تخلق معنويات عالية للمتضررات. من جانبه أفاد المدير الطبي المؤقت في مستشفى مندفر المرجعي الدكتور سمؤان والدو بأنه تتم تقديم خدمات صحية لمعالجة مريضات الناسور قبل كل شيء، ويعقب ذلك برنامج تأهيلي لمعالجة التميز الاجتماعي والأضرار النفسية التي تحدث نتيجة المشاكل الصحية. وذكر الدكتور سمؤان بأنهم يتخذون مبادرات مختلفة لتشجيع مريضات الناسور، إلا أن التشجيع والدعم الحالي يحمل رسالة أبعد من ذلك باعتباره يجري بواسطة المواطنات اللائي شفين من المرض. استشهد المناضل الكبير جرماي أوبا جبرائيل عضو مكتب التجارة والصناعة في الإقليم الأوسط في 18 من أبريل الجاري إثر مرض ألم به عن عمر ناهز 63 عاما. والتحق المناضل جرماي في عام 1975 إلى صفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا. عمل بعد تلقي التدريب العسكري مع الجبهات القتالية الأمامية والشؤون الاجتماعية. وبعد الاستقلال خدم شعبه ووطنه بتفاني وإخلاص في فرع التجارة والصناعة بالإقليم الأوسط، قسم الصناعة بمصنع الدحلك للأحذية. والشهيد المناضل جرماي أبا جبرائيل رب أسرة وأب ل6 من الأولاد، وشيع جسمانه أثر اليوم 18 من أبريل في مقبرة الشهداء بأسمرة. وأعربت إدارة الإقليم الأوسط عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل جرماي أوبا جبرائيل، وقدمت تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. نشرتنا ما زالت مستمرة معكم مشاهدينا الأكارم، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات ستجرى في 24 من يونيو حزيران القادم قبل أكثر من عام على موعدها المقرر، قائلا إن البلاد بحاجة عاجلة إلى التحول للنظام الرئاسي التنفيذي. وقال أردوغان إنه اتخذ القرار بعد التحدث إلى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي الذي أشار قبل يوم إلى احتمال إجراء انتخابات مبكرة. وكان من المقرر في السابق أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نوفمبر 2019. وذكر محمد شمشيك نائب رئيس الوزراء التركي أن الانتخابات المبكرة ستقلص الشكوك وتتيح فرصا للإسراع بالإصلاحات. هذا وأقر البرلمان التركي تمديد حالة الطوارئ ل3 أشهر أخرى، والتي كانت قد أعلنت عقب الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016. قال المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي أبلغ ماي بأن بريطانيا ستظل على نفس درجة الأهمية بالنسبة للهند بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ومودي حاليا في لندن للمشاركة في اجتماع رؤساء حكومات دول الكومنولث الذي يعقد هذا الأسبوع. وأضاف البيان أن مودي أبلغ ماي خلال اجتماع الثنائي بأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفر فرصا لتعزيز العلاقات التجارية بين بريطانيا والهند. ومن المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، لكنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد على مرحلة انتقالية تمتد حتى يناير 2021.
قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي تشونغ إيوا يونغ إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تسعيان للتوقيع على معاهدة سلام مع كوريا الشمالية في حال تخليها تماما عن طموحاتها النووية. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكوريا الجنوبية عن مسؤول رفيع قوله إن الحلفاء يدرسون مختلف الطرق لمكافأة الشمال بعد نزع سلاحها النووي، مشيرا إلى أن سول وواشنطن تعقدان مناقشات متعمقة بطرق مختلفة لإنجاح قمة الكوريتين وقمة بيونغ يانغ مع واشنطن. وفي وقت سابق نقلت وكالة يونهاب الكوريا الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة الكوريا الجنوبي قوله إن الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقتا على بث أجزاء من قمتهما المقررة الأسبوع المقبل على الهواء مباشرة. واتفقت الكوريتان على ذلك في محادثات تجري بين الجانبين للمساعدة في الإعداد للقمة نوقشت فيها تفاصيل مثل الأمن والتغطية الإعلامية. أعلنت ولاية أوكلاهوما الأمريكية حالة الطوارئ بسبب الحرائق التي اندلعت بشدة في غابات الولاية وتسببت في مصرع شخصين في وقت سابق وفق صور نشرتها وكالة رويترز. وكشف مسؤولو إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في الولايات المتحدة إنه من المحتمل اتساع رقعة الحرائق في ظل اجتياح رياح سرعتها 80 كيلومترا في الساعة للمنطقة التي تعاني من ندرة الأمطار منذ 5 أشهر. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.